في فرق كبير بين انك بتاكل عشان تخس او انك بتاكل عشان تبني عضلات. بس للاسف ناس كتيره بتلخبط بين الطريقتين، وده بيبوظ النتائج تماما. لو هدفك هو خسارة الوزن، جسمك محتاج نوع معين من التغذية. ولو هدفك هو اكتساب عضلات، فالقصة مختلفة تماما. في الفيديو ده هقولك تاكل ايه، امتى، وقد ايه بالظبط عشان توصل لهدفك بامان وفعالية من غير لخبطة ولا حتى حرمان. تابع معايا للنهاية عشان تعرف تعمل ايه وتعمل دايت ذكي يناسب جسمك والهدف اللي انت عايز توصل. ما تنساش اللايك والمتابعة، ويلا بينا نبدأ. خلينا نبدأ بأبسط حاجة. الجسم محتاج طاقة علشان يعيش ويتحرك، والطاقة دي بتيجي من الأكل، صح؟ تمام. بس الفرق بيبدأ من هنا. لما تكون عايز تخس لازم جسمك ياخد طاقة أقل من اللي بيستهلكها، يعني تاكل سعرات أقل. إنما لو انت بتبني العضل هيحصل العكس، جسمك محتاج طاقة أكتر عشان يقدر يبني أنسجة عضلية جديدة. أول فرق جوهري وهو السعرات الحرارية. لخسارة الوزن لازم تعمل عجز في السعرات، يعني لو جسمك بيستهلك 2000 سعر حراري حاول تاكل من 1600 ل 1800 كالوريز. لكن عند بناء العضلات محتاج فائض بسيط، يعني لو جسمك بيحتاج 2000 تاكل 2200 ل 2500 تقريبا. ونيجي دلوقتي نتكلم عن نقطة تانية وهي نقطة البروتين. في الحالتين البروتين مهم جدا بس نسبته بتختلف. يعني في حالة خسارة الوزن البروتين بيساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية، يعني مثلا لو بتخس ومش بتاخد بروتين كفاية جسمك ممكن يعني يهدم عضلات بدل ما انه يهدم دهون. لكن في حالة بناء العضلات البروتين هو المادة الخام لبناء العضلات اصلا، فالنسبة لازم تكون عالية، تقريبا من 1.6 ل 2.2 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم. هديك مثال، لو وزنك 70 كيلو، علشان تخس ممكن بناء العضلات ممكن نستخدم واي بروتين او مالتي فيتامين. خلاصة الفيديو، الهدف هو اللي بيحدد طريقة اكلك. خسارة الوزن محتاج تتحكم شوية وتعمل عجز في السعرات مع الحفاظ على العضلات، انما في بناء العضلات محتاج فائض بسيط، بروتين عالي، تمرين تقيل. كل جسم غير التاني، واللي ينفع مع غيرك مش شرط انه ينفع معاك. ودلوقتي بعد ما فهمت الفرق بين اكل خسارة الدهون واكل بناء العضلات القرار عندك، لكن الاهم انك تطبق المعلومات صح وتختار النظام اللي يناسبك بجد مش اللي ماشي ترند. لو عايز مساعدة شخصية في تنظيم وجباتك او اختيار النظام المناسب ليك ابعتلي في الكومنتات او احجز استشارة. متنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن التغذية الذكية والصحية. استناني في الفيديو الجاي، هتكلم عن الاخطاء اللي بتمنع الجسم من الحرق حتى لو بتاكل صح.